السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة كده تعالوا نسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة مع بعض رز بلبن بطريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. معايا كوباية ونص من الرز، غسلتهم كويس وبعدين حطيت فيهم شوية من المية وشوية من الملح ورفعتهم كده على النار علشان خاطر ابتدي اسلق الرز في الاول قبل ما اضيف له المكونات بتاعتي. بعد ما الرز خلاص اتسلق، نزلت عليه بحوالي لتر ونص من الحليب. بالشكل ده. وكمان هنزل عليه بالسكر، السكر على حسب الرغبة، على حسب انتي ما تحبي التحلية بتاعته. وهقلب كده كويس. في المرحلة دي ممكن تدوقي بقى تشوفي اذا كان عايز سكر تضيفيله، مش عايز يبقى خلاص تمام. انا هنا ظبطت السكر بتاعه وعليت بقى النار، وهنزل عليهم بمعلقتين كده من السمنة، دي سمنة بلدي. وهقلب. في المرحلة دي لازم نفضل نقلب فيه علشان خاطر ما يلزقش من تحت. معايا باكت من الكريم شانتيه، هنزل على الرز بالباكت دوت. حابة تضيفي نشا تمام اوكي هيبقى حلو، مش حابة خلاص، بس انا النهاردة هعمله كده اكتفي بالكريم شانتيه بس. وهقلب. لازم التقليب علشان خاطر الرز ما يلزقش من تحت. معايا فانيليا قبل كده ما اطفي على الرز بدقيقتين كده، هضيف كده الفانيليا علشان خاطر تفضل ريحة الفانيليا في الرز بتاعي. عليت النار كده علشان خاطر ياخد غلوتين كده على نار عالية، وده القوام المناسب للرز بلبن. القوام ده حلو جدا، ما تقلهوش اكتر من كده لان هو كل ما بيبرد كل ما بيتقل. جهزت هنا الاطباق، هبتدي كده اغرف في الاطباق. غرفت كده الاطباق بتاعتي، وهسيب كده الرز لغاية ما يبرد وبعدين هدخله التلاجة. بجد الطريقة تحفة والطعم حلو جدا وريحته بجد كانت قالبة البيت. بصوا. يلا بقى جربوه واكتبولي في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، تكتبولي كومنت حلو وتقولولي بتتابعوني من فين. كده يكون فيديو النهاردة خلص، استودعكم الله، مع السلامة.